بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تحية لجميع الإخوان والأخوات. أخيرا المغرب قال على أنه صنع سيارة، لكن الاعتراف ديال نسيم بالخياط هو أحد المالكين ديال شركة نيو موتور قال على أنه داروا كوموند باش يجيبوا قطع الغيار من دول أخرى عاد يركبوها داخل المغرب وصنعوا سيارة. هذا كيدل على أن صناعة السيارة يعني ماشي صناعة مغربية 100%. جميل أنه تكون عندنا صناعة السيارات بحال الصين والألمان واليابان وأمريكا، ولكن مازال خصنا يعني أشواط ومراحل نقطعوها ونقضيو على الفساد باش نوصلوا لهذه المرحلة. المغرب بقي الله كيصنع البؤس وأحزمة الفقر في جميع المدن المغربية، بدل أنه يسلح هذه المدن بأحياء صناعية ويعطي فرصة لجميع المغاربة باش يخدموا. المغرب فرط في الزراعة ديال الخضر والفواكه والحبوب، ولا كيعول على إسرائيل باش تعطينا حنا الحبوب. فرط المغرب في السلالة المغربية ديال الغنم والأبقار، ولات نيوزيلندا أحسن منا. المغرب فرط في التمر تاع المجهول وزيت الأركان، ولات إسرائيل والأمريكان كتنافسنا. باش نوصلوا لدولة صناعية وزراعية مع ضمان حقوق كافة المواطنين، يجب القضاء على الفساد والمفسدين كيف ما دارت كثير من الدول. وهذيك الساعة أراك الخدمة وأراك نقولوا السيارة راه صناعة مغربية. في أمان الله.